يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى اخوات في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش لو انت جديدة في القناة تفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، عشان كل لما انزل فيديو يوصلك الاشعار بتاعي. زي ما انت عارفين ان انا بشارك يوم في كل تفاصيله معاكم. النهارده نبدأ اليوم بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. يا رب فرج هم كل مهموم، مجد الدين عن المدينين، قول اللهم امين. روتين كله نشاط وحيوية وطاقة وإيجابية. يلا قومي كده خدي قطعة من النشاط وشوفي لو وراكي أي حاجة، يلا قومي كده اعمليها، يلا تشجعي. بما ان احنا في فصل الصيف بنبقى كسلانين كده من المراوح ومن الجو الحر وبنبقى في ملل، فلا قومي كده تنشطي وخدي قطعة من النشاط. أول حاجة دخلت على غرفة النوم، كانت عايز الفرش بتاعها يتغير وكانت عايزه تتنفض كده تنفيضه حلوه. بحاول ان انا كل يوم كده افتح الشبابيك حتى لو نص ساعه في اليوم، علشان بس اتدخل كده هوا نضيف ودخل طاقة ايجابية ونطلع كل الطاقة السلبية اللي في المكان، ونرش معطرات وحاجات حلوة تدينا كده طاقة ايجابية ان احنا نكمل في حياتنا اليومية اللي هو الروتين اللي ما بيخلصش كل يوم. اكيد كل ستات البيوت عارفين ان الروتينات ما بتخلص، وعارفين ان كل ست بيت نظيفة، واحنا بس مش بنعرفكم عن النظافة، ان احنا بس بنشجع بعض. الغرض من الفيديوهات دي ان احنا نشجع بعض، ان احنا لو ورانا اي حاجة كده نقوم نعملها، نشارك بعض في الحياة اليومية اللي هو التنظيف اللي ما بيخلص. والمهم ان احنا ايه يعني، بصوا يعني التنظيف عموما ما بيخلص، بس هو بحس ان مجهود الواحد هو اللي بيخلص. ويعني لو كسلنا كده يوم ولا حاجة بتلاقي نفسك مكسل على طول، فلا نقوم كده على طول ونتشجع ونشوف لو ورانا اي حاجة نعملها. اللهم صل على سيدنا محمد. بتوحشوني كل فيديو يعني كل فيديو كده بنزله بغيب عنكم فترة. انتوا بتبقوا وحشين الكلام ان انا اقعد كده وارغي معاكم واسجل لكم فيديو. والله العظيم ما تعرفوش قد ايه ان انا ببقى مبسوطة وانا بسجل لكم فيديو او بصور لكم فيديو. بحس ان انا كده بشجع ناس كتير، ان في بنات كده بتبقى كسلانة، في بنويت يعني مش بتبقى عايزة تساعد مامتها، لا تقوم تساعد. آم، فبحس ان انا يعني بجد لما حد بيكتب لي ان انا اتشجعت ولا استفدت ولا مش عارفه، انا بفرح. انا عايزه اقدم لكم حاجه يعني تشجعكم، حاجه تستفادوا منها، معلومه اي حاجه، فببقى فرحانه لو حد كتب لي ان هو اتشجع. جنب لو كان كسلان كده، فقومي كده شغل الفيديو جنبك، ولو وراكي اي حاجه كده اتشجع واعمليها، واقعد اسمعيني واحنا بننظف وشوف لو وراكي اي حاجه. عارفين ان اليومين اللي فاتوا دولت كان التليفون بتاعي، كانت الشاشه بتاعته اتحرجت، وكنت فاقده الامل خالص ان هو يشتغل تاني. طبعا كنت هشتري تليفون جديد، بس انا بحب التليفون ده وبحب اصور لكم عليه. حاسه ان انا هروح حياه غريبه، حاسه ان مش هتبقى هي يعني هي هنقول القناه عادي على التليفون التاني، بس حاسه هيبقى في تغيير كده. فلا اول ما اتصلح حسيت ان روحي رجعت لي من تاني، فحبيت ان انا اقول لكم ان كان التليفون في الفتره اللي انا كنت غايبه عنكم فيها دي كان التليفون بايظ بس مش اكتر، وكان الفيديو ده متسجل على التليفون. انا مش عارفه كل فتره التليفون بتحصل له اي حاجه كده، مع اني عارفين ببقى خايفه عليه، وحقيقي الحاجه اللي تخافي عليها هي اللي هتروح منك، فدايما تخلي املك في ربنا كبير. وما تخافيش على الحاجه بزياده، يعني الخوف هو اللي بزياده هو اللي بيضيع الحاجات مننا. فانا كنت خايفه عليه. لو ملاحظين اخر فيديو ده انا ما كنتش حاطه التليفون على الستاند، وكنت بخلي حد يعني يصورني وكده من كتر خوفي عليه. فابني يا رب يخليه يا رب، اللي هو يوسف اللي هو موجود معانا في الفيديو ده، اتضايق مني فراح رمالي التليفون بسبب شايفين المعطر ده كان عايز يرشه في الجو ويخلصه خالص، فانا اخدته منه فاتضايق، والتليفون بتاعي هو اللي موجود قدامه تليفون بابا، فبعرف تليفوني انا اللي هو موجود ده، ومرضيش ياخد تليفون بابا ولجح لي تليفوني، يعني رد فعل لان انا مرضتش اديله المعطر. بص انا كنت عايزه اقول لك على الصوره دي، كانت واحده صاحبتي جايباها لي، يا رب يخليها يا رب يفرحها ويسعدها، هي فاتحه جروب وكده ففرحتني بيها وعملتها لي. لكن الصور دي اللي هي صور الفرح بتاعتي، ف...
يعني هي بتهيألي ما كانتش تفتكر ان انا عندي صورة اللي هي متجمع دي، بس هي جمعت لي يعني دخلت لي فيها صورة يوسف وكده، فاحلى حاجة ان يوسف موجود معانا في الصورة. هو اللي بحس ان محللنا ايامنا كده وعامل زيطة وزحمة وهو اللي بيكركب لنا. يعني هو لو مش موجود مش الدنيا مش هتتكركب. يا رب يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب العالمين، ويفرح كل البنات، وقول اللهم امين. وكل اللي نفسه في حاجة يا رب يحققها له، وكل اللي نفسه في طفل يا رب يديله طفل، يا رب يديكوا اطفال مشافاة معافاة يا رب العالمين، قول اللهم امين. بصوا احنا يعني اللهم صل، بيبقى عندي كلام كتير وعايزه اقوله لكم لما بدل اسجل الفيديو، مش عارفه بحس الكلام بيضيع مني. مع ان انا بقالي فتره يعني بشغله على القناه واتعودت ان انا اتكلم وكده، فلما بغيب عنكم بحس ان انا راجعه لسه جديد وكده. فبيبقى بقالي اللهم صل على سيدنا محمد. فدايما ما تخافوش على الحاجه جامد، يعني خوفكم بزياده هو اللي يعني انا حسيت بالمرحله دي لما انا كنت خايفه على الموبايل جدا، خايفه ان هو يتكسر علشان الشركه بتاعه الموبايل اللي هي لو عارفين شركه اوبو كده. سالت عليها في المحافظه اللي بعدينا، احنا طبعا من مركز فسالت عليه في المحافظه اللي بعدينا، طلعت ان هي قفلت من مصر كلها، وماما يعني خلاص ما بقاش في شركة في مصر شركة اوبو. يعني كنت بروح دايما التوكيل بتاع التليفون وكنت بصلحه، وصراحة كان بيرجعولي جديد. هو ايوه كان بيصرف مبلغ، يعني المبلغ اللي هو لدرجة ان انت ممكن تجيب التليفون بتمن التصليح. ف فكنت بيصلحوا لي، اهم حاجه ان انا عايزه ارجع تليفوني وخلاص. فالمره دي رحت ما حلفنيش الحظ ان انا الاقي الشركه اصلا فاتحه، فصلحته هنا في مكان قريب مني. هو عامه ما تصلحش زي الشركه، وفي حاجات فيه باظت، يعني الكاميرا الاماميه اللي هي كانت مثلا بتطلع منه لفوق دي ما بتطلعش. فيعني دايما المحلات اللي هي بتبقى مفتوحه غير الصيانة بتاعت الشركة عموما، يعني صيانة الشركة بتبقى حلوة. فالمهم ان شاء الله هجيب موبايل جديد، واول ما هجيبه هوريهولكوا على طول اكيد، يعني عشان كل ما بسأل على عايزة حاجة تكون المساحة بتاعتها كويسة، التصوير يكون بتاعها كويس، فاكتبولي اي نوع موبايل يكون المساحة بتاعته تكون كبيرة، علشان طبعا التصوير وكده فبياخد مني مساحة. صراحة الموبايل ده احلى حاجة فيه ان هي كانت مساحته كبيرة، انا مكنتش حاطة فيه كارت ميموري، ومساحته في نفس الوقت كبيرة وحلوة. والتصوير بتاعه بحس ان هو واضح غير اي موبايل تاني. فعايزة حاجة، ابقى اكتبولي انواع كده موبايلات. ورغيت معاكم كتير انا عارفة على الموبايل، بس انا بحب اشارككم يومي واحب اقول لكم انا حصل لي ايه في الفترة اللي فاتت. دخلت بقى على اوضة الاطفال ونفضت فيها الدنيا. ان شاء الله هنزل لكم ان شاء الله، يعني باذن الرحمن هنزل لكم يوم ويوم او كل يوم على قد ما يعني الطاقة بتاعتي تبقى موجودة وعندي القدرة ان انا اصور. ان شاء الله هنزل لكم كل ما ابقى الاقي نفسي. انا بصوا انا والله لو عليا انا عايزه احط الكاميرا كده ال24 ساعه واصور لكم التفاصيل كده واشجعكم، بس ما بيبقاش يعني، في اوقات كده بتعدي عليا ببقى عايزه انجز واخلص، فبقول مش دلوقتي اصور. فلا ان شاء الله اصور لكم على طول. وانا بحبكم، يا رب تكونوا بتحبوني زي ما انا بحبكم كده. بحب كل حد بيدعي لي دعوه او بيكتب لي كومنت حلو، والله العظيم. وكل اللي بيتفرج عليا كلهم ناس منورين وعلى راسي من فوق. انا عارفه كل اللي بيتفرج عليا ناس محترمه وناس كويسه. غيرت بقى الفرش بتاع السراير، يعني اوضه الاطفال، ونفضت الدنيا وحشت الستاره و وظبطت الدنيا كده على قد ما اقدر، وخليتها ايه ما شاء الله زي الفل. بصوا الاوض انا طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. ده الفيديو طبعا بعد ما كنت مخلص الشقه، فجبتهولكوا في الاخر هنا كده بعد ما فرشت الاوض. اللي هي فيديوهات اللي هي كانت قبل العيد، المفروض كانت نزلت من زمان، هي نزلت دلوقتي بقى. ما اعرفش هي نزلت ليه دلوقتي. مش عارفه ان انا هنزلها لكم ليه دلوقتي والله، بس اهو حظها ان هي تيجي دلوقتي.
فما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.